35 لماراثون الدولي ديال مدينة مراكش. هاي تكون دورة مهمة جدا وعندها واحد متميزات منتظرة اللي هي مختلفة. من المتميزات وهو أولا غادي نضربوا الرقم القياسي إن شاء الله فيما يخص المشاركة ديال العدائين، من العدائين المغاربة والعدائين الأجانب. غادي يكون عندنا إن شاء الله أكثر من 15,000 بما فيهم العدائين المغاربة وما يزيد على 3500 عداء أجنبي جايين من القارات الخمس. وهذا كيجعلنا أننا إن شاء الله نظرا للتوقيت، نظرا للوقت، المناخ غادي يكون جيد إن شاء الله، لأنه ما غادي يكونوش السيارات، غادي يكون يوم بدون سيارة إن شاء الله. وغادي يكون كذلك عدائين كبار اللي عندنا واحد العدد اللي عندهم قل من 2.6 اللي هي الرقم القياسي ديال مراكش. وغادي يكون ان شاء الله عدد كبير ديال العداءات اللي عندهم قل من 2 سوايع و30 دقيقه. وهذا شيء مهم جدا بحيث غادي تكون واحد المنافسه كبيره بين العدائين المغاربه والعدائين الاجانب لا سيما الكينيين والاثيوبيين. وكذلك غادي احنا متيقنين بانه هذا المدار اللي دابا بدلنا هذه السنه وجعلناه مدار احسن، اجمل واحسن واسرع مما كان عليه المدار سابقا. وهذا المدار كيدوز من عده مواقع مهمه، لا مواقع تراثيه ولا مواقع بيئيه جميله، بساتين وكذلك الاسوار الى اخره، بحيث العدائين غادي تكون عندهم مناسبه باش يتعرفوا على التراث ديال مراكش والحدائق وكذلك الاسوار. فاذا نتمنى ان شاء الله يكون واحد دورة استثنائية ومهمة جدا. فؤاد بن خطاب المنسق العام لماراثون مراكش الدولي. ماراثون مراكش في دورته الخامسة والثلاثون، 35 سنة، 35 دورة، 35 تجربة، ما سهلاش. ماراثون مراكش اكتسب واحد التجربة يمكن نعتبروا انه نضج في كل المقاييس، لا من الناحية التقنية لا من الناحية التنظيمية. اللجنة المنظمة موفرة جميع الظروف المناسبة باش لا الظروف اللوجستيكية ولا التقنية، ظروف الإيواء وظروف الإقامة بصفة عامة. نتمنى على الله أننا نحن متفائلين خير أن هذه الدورة غتدوز إن شاء الله في ظروف جيدة اللي تمكن العدائين اللي هما أكدوا المشاركة ديالهم، العدائين الكبار داخل المغرب أكدوا المشاركة ديالهم. وهذه مناسبة باش هما يحسنوا من التوقيت ديالهم، لأن إلا حسنوا من التوقيت ديالهم غادي يحققوا المينيما اللي تتأهلهم لبطولات العالم اللي غتكون في طوكيو صيف 2025. بالنسبة للجديد أولا هو المطاف، غيرنا المطاف، مطاف اللي هو جيد منبسط سريع اللي غادي يساعد العدائين باش يحققوا أرقام جيدة. كذلك بالنسبة لشعار الدورة، فماراثون مراكش دائما يرفع كشعار يوم بدون سيارة، حفاظا على البيئة ومحاربة التلوث. المطلوب والمرجو من الساكنة ديال مراكش أنه يساهموا في نجاح هذا العرس، أولا بحضورهم يوم التظاهرة، يوم الماراثون للتشجيع، لأنه غادي يكون حافز باش يحفزوا المشاركين ويشجعوهم على 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 مرور هذاك السباق في ظروف جيدة. وكذلك نطلبوا منهم باش إذا كان ممكن في حدود الممكن ما يستعملوش، يتفادوا استعمال السيارات.